السلام عليكم يا سنة تالتة، يا رب تكونوا بخير وعلى خير. مع درسنا النهاردة الدرس 7 من كتاب قطر الندى في الرياضيات من صفحة 175. هناخد النهاردة تطبيقات حياتية على المحيط والمساحة. لو عجبكم الفيديو ياريت ما تنسوش لايك للفيديو، واللي أول مرة يشوف القناة وعجبته القناة ما ينساش يشترك في القناة ويفعل جرس التنبيهات على الكل لو حابين يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد بنقدمه على القناة. ونبدأ بسم الله. بيقول لي تعلم حل مسائل حياتية تشتمل على المحيط والمساحة. المسائل الحياتية زي يعني مسائل كلامية يا سنة تالتة، ومسائل لفظية أي بنقول عليها حياتية كلامية لفظية. المهم احنا عارفين المسائل دي سهلة جدا، ونفس المسائل الرياضية بس الشرح بيكون معايا كلام، بس شرح المسألة بكلام. تمام. بيقول لي هنا الشكل المقابل يوضح مزرعة للدواجن. ما تخضش بقى واقول مزرعه للدواجن، انا واخد المستطيل والشكل الرباعي او الشكل اللي قدامي. هنقرا دلوقتي. المطلوب عمل سور يحيط بالمزرعه. ايوه يا حلو. السور اللي بيحيط بالمزرعه هنا، السور ده بيكون طبعا على اي مزرعه ولا اي حديقه على اي شكل. اللي بيحيط بيه يبقى حاجه من الخارج، حاجه من الخارج. واحنا قلنا الخارج ده بيتكلم عنه المحيط. المحيط بيتكلم عن خارج الشكل. تمام. وطالب مني كمان يا حلوين تحديد مساحة الأرض التي تتجول عليها الدواجن. المساحة الداخلية اللي هي المساحة، عدد الوحدات المربعة. اللي مذاكر معايا من الأول ومتابع معايا الفيديوهات فاهم طبعا كلامي. ماشي يا حلوين. يعني المسألة الكلامية أو الحياتية ما نتلخبطش خالص، بنجيب المساحة وبنجيب المحيط، والوقت هنشوف امتى بجيب محيط وامتى بجيب مساحة. لو قال لي سور يحيط بالمزرعة أو بأي شكل يبقى انا هجيب المحيط اللي هو اللي مسؤول عن الشكل الخارجي، مجموع اطوال اضلاعه. تمام. اطوال اضلاع اي شكل بقى هو جابهولي. تمام. او سماه. بيحدد المساحة او بيتكلم عن الوحدات المربعة الموجودة الداخلية او بيتكلم عن الشكل ده من الداخل، يبقى هجيب المساحة، عدد الوحدات المربعة الموجودة داخل الشكل. ماشي يا حلوين. هنا جاب لي المحيط بتاع الشكل، شكل المزرعة طبعا مجموع أطوال أضلاع المزرعة، وهنا المساحة الطول في العرض، أو زي ما قلنا عدد الوحدات الداخلية أو الطول في العرض اللي هي عن طريق الأبعاد. تمام كده يا سنة تالتة. سهل جدا. المحيط ايه اللي هي المسائل الحياتية. هنحل بقى علشان وقت الفيديو، بس يا ريت ما تنسوش تدوسوا لايك لو لسه ما دوستوش اللايك، لانه اللايك اللي بيرفع الفيديو يا سنة تالتة، عشان عدد من الاصدقاء غيرنا يشوفوا، وكمان القناة يشوفها اكبر عدد من الاصدقاء لو يهمكم القناة. تمام. يلا نشاط 2. امامك ابعاد 3 نماذج لاحواض لزراعتها بالحديقه. يعني بيتكلم لي هنا عن احواض الحوض اللي هنزرع فيه بقى في الحديقه. تمام. بيقول لي ده اول حوض ودي ابعاده، وده تاني حوض وتالت حوض. المطلوب اوجد طول السور المطلوب لاحاطه كل حوض من هذه الحديقه. احنا فهمنا طول السور. طول السور يبقى انا بتكلم على الشكل الخارجي، يبقى انا هجيب ايه؟ المحيط. بيقول لي اهو في جنب يعني ايجاد المحيط، يعني ما تقلقش. يبقى محيط اول حوض ايه بقى؟ مجموع اطوال اضلاع الحوض الاول. مجموع اطوال اضلاعه اللي هو 5 زائد 5 زائد كام؟ زائد 5 زائد 5. تمام. هيبقى 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 بيساوي 20. انا جبت 5 زائد 5 زائد 5 ليه يا حلوين؟ لانه الشكل اللي قدامي ده ايه؟ مربع، والمربع اضلاعه متساويه. الحوض ده قدامي على شكل مربع، هيبقى 20 متر، الا التمييز هنا بالمتر، يبقى هنا متر او اختصار لكلمه متر الميم. محيط الحوض 2. الشكل التاني ده ايه يا حلوين؟ مستطيل، يبقى 3 مجموع أطوال أضلاع الحوض التاني. 3 زائد 6 زائد 3 زائد 6. ليه ما قلتش كده؟ ما كررتش نفس الرقم، لأن هنا كان مربع وهنا مستطيل، واحنا أخدنا في المستطيل كل ضلعين متقابلين متساويين في الطول، متوازيين ومتساويين في الطول. يعني هنا 3 يبقى ده 3 وده 6، هيبقى اللي مقابل له 6. يلا يبقى 3 زائد 6 زائد 3 زائد 6 بيساوي 18، والتمييز طبعا بالمتر. محيط الحوض التالت كام؟ قدام المستطيل. شكل المستطيل هيبقى 4 زائد 5 زائد 4 زائد 5 بيساوي، هنجمعهم 16 متر. بيقول له طول السور المطلوب لإحاطة جميع الأحواض بقى ايه؟ هجيب محيط كل حوض واجمعه، محيط جميع الأحواض. 20 زائد 18 زائد 16 بيساوي، هنجمعهم 34 متر. تمام كده.
2. اوجد عدد الامتار المربعة التي سوف تزرع في كل حوض من هذه الاحواض. ايوه، قال لي هنا عدد الامتار المربعة، يبقى انا بتكلم عن في الحوض من الداخل بقى، عن الشكل اللي معايا في الداخل، يعني ايجاد المساحة. تمام كده، فهمنا؟ مساحة الحوض تساوي اول حوض 5 في 5 اللي هو اضلاعه بابعاده، يبقى طول في العرض. 5 في 5 بيساوي 25، واختصار المساحة متر مربع. متر مربع. الحوض التاني 3 في 6 يساوي 18 متر مربع. طالما مساحة بقول لازم اقول متر تربيع، لازم اقول المربع يا ولاد. مساحة الحوض 3 4 في 5. الحوض التلاتة اللي هو 4 في 5 الطول في العرض بيساوي 4 في 5 بيساوي 20 متر مربع. عدد الأمتار المربعة التي سوف تزرع في جميع الأحواض ايه؟ هنجيب بقى المساحة، نجمع مجموع مساحة الأحواض. 25 زائد 18 زائد 20 تساوي 63. هنجمعهم هيساوي 63. تمام كده. الصفحة اللي بعد كده، واللي لسه ما دس لايك لازم يدوس لايك يا سنة تالتة بليز، لانه القناة تعتبر واقعة على المشاهدات دي، بصراحة تعتبر واقعة. ربنا يوفقكم جميعا. 3. حل المسائل الكلامية الآتية. يقوم علاء بعمل سور حول حديقة المنزل. بصوا بقى، هو حول حديقة منزله هيعمل سور للحديقة، ما نشغلش بالنا بالكلام، نركز على الأرقام اللي معاه. يقوم علاء بعمل سور حول حديقة منزله، هو يبلغ طول الحديقة 6 متر. أيوة معايا 6 متر، وعرضها 5 متر. الطول 6 والعرض 5. فما طول السور الذي يحتاجه علاء؟ طول السور بيتكلم عن طول السور الخارجي يا ولاد، يبقى محيط. يبقى طول السور بيفكرك ان طول السور بيساوي محيط الحديقة، يعني 6 زائد 5 زائد 6 زائد 5 بيساوي 22 متر. 2. أراد محمد شراء سجادة لغرفة طولها 6 متر وعرضها 5 متر، فما عدد أمتار السجادة التي يحتاج محمد شراؤها؟ يبقى عدد الأمتار، طالما هعد فيه عدد يبقى أنا بتكلم على المساحة، في طول يبقى أنا بتكلم على المحيط. عدد الأمتار بيساوي مساحة الغرفة اللي هي 5 في 6 أو 6 في 5 بيساوي 30 متر مربع. المساحة دايما بنقول متر مربع. كتاب طوله 20 سنتي وعرضه 14 سنتي، احسب محيطه. المحيط يبقى انا هجيب المحيط، مجموع اطوال اضلاع الكتاب. 20 زائد 14 زائد 20 زائد 14 بيساوي 68 متر. بس الكتاب ده ايه الكتاب الطويل ده؟ تمام. 4. صورة على شكل مربع طول ضلعه 10 سنتي. شكل مربع طول ضلعه 10 سنتي، وتريد هالة صنع برواز خشبية حولها. احسب طول الخشب المستخدم. يبقى طول الخشب المستخدم بيساوي محيط الصورة. يعني ده هنجيب يعني ايه المحيط، يعني المحيط يا ولاد. هو كان طول الضلع 10 سنتي وهو على شكل مربع، يبقى المربع أضلاعه متساوية، يبقى 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 بيساوي 40 متر. نشاط 4. اكتب مسألة كلامية من تأليفك من المساحة عن المساحة ثم حلها كما بالمثال. أول مثال يا ولاد، معايا مسألة كلامية ومحلولة. تريد نوال معرفة عدد البلاطات المستخدمة في أرضية حجرة على شكل مستطيل طوله 10 بلاطات وعرضه 7 بلاطات. يبقى عدد البلاطات هتساوي طبعا المساحة، عشان بيتكلم عن العدد أو الشكل الداخلي. هيبقى الطول في العرض 10 في 7 بيساوي 70. احنا قلنا طبعا اللي متابع معايا عارف النظام في المسائل الكلامية. مش عارف تألف مسألة كلامية، خلاص ما تشغلش بالك، هي هتاخد مسألة كلامية مكتوبة من الكتاب وهتغير بس الأرقام اللي فيه. يعني هاخد هنا نفس الكلام بس هاجي على الأبعاد اللي معايا، هشيل الأبعاد دي طبعا وهحط الأبعاد المسألة الجديدة. انا قلت تريد بدل ما قلت نوال كتبت جنى. اي واحد اكتب اسمك بقى. تريد او يريد معرفة عدد البلاطات المستخدمة في ارضية حجرة على شكل مستطيل طوله، بدل ما اكتب بقى بدل ما اخد 10 لا طبعا مش تبكل، هقول طوله 3 بلاطات وعرضه 6 بلاطات. هيبقى ايه؟ عدد البلاطات بيساوي المساحة، نفس المسألة. يبقى 3 في 6 بيساوي 18 بلاطة. بس انا استخدمت الابعاد اللي معايا في المسألة الجديدة. المسألة الكلامية سنة تالتة بننقل اي مسألة وبنغير الابعاد اللي معايا او الارقام اللي معايا بقى اللي مطلوبة مني في المسألة الجديدة.
دي هنا مسألة كلامية ومحلولة بس عن المحيط. الأولى كانت عن المساحة، التانية عن المحيط. اللي بعد كده بقى نفس المسألة غيرت فيها بعض الأسماء وطبعا الأبعاد اللي معايا. يريد محمد عمل إطار خشبي حول نافذته التي طولها، قلت طولها هنا كام معايا؟ 4 متر وعرضها 3 متر. فما طول الخشب الذي يحتاجه محمد لعمل الإطار الخشبي؟ يبقى المحيط بيساوي 4 زائد 3 زائد 4 زائد 3 تساوي 14 متر. تمام. ده كان المسائل الحياتية النهاردة عن المحيط والمساحة. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ونكون كده قدرنا نوصل المعلومة بشكل سلس وبسيط يا سنة تالتة. وقولوا رأيكم في الكومنتات، وأسفل لو الفيديو طلع عليكم. أشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.